الانتهاء عن الأكل والشرب للصائم معلق بطلوع الفجر لا بالأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. والمبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الإمساك. والثالث أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر، كما قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذه التي تسمى إمساكيات ويجعلون وقت يمسك فيه الناس، هذا خطأ، بل ذكر أهل العلم أنه من البدع. ليس هناك وقت إمساك، إنما وقت الإمساك مع الآذان، المقصود الآذان الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه رجل لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. إذن آذان بلال الآذان الأول لا يمنع الطعام ولا يحل الصلاة، فالإنسان يأكل ويشرب. وفيه دليل، قال: فكلوا واشربوا، وقال: لا يمنعنكم ولا يمنعن أحدكم آذان بلال. فهذا دليل على أنهم كانوا يأكلون في الآذان الأول، دليل على قرب، على تأخير السحور وقربه من آذان الفجر. وهكذا هي السنة كما ذكرنا، مقدار 50 قراءة 50 آية. إذن لا يوجد هناك وقت يسمى إمساك 10 دقائق قبل الآذان يمسك الناس وتكتب في الأوراق وتسمى إمساكية رمضان. هذا من البدع والعياذ بالله، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.